السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي واخواتي واصحابي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. مساء الفل والسعادة والهنا على عيونكم. الفيديو ده صراحة بعتذر عن التأخير ان انا ما نزلتهوش. الفيديو ده انا كنت عاملاه في تجهيزات وتفريزات رمضان، بس صراحة كان تايه عني في التليفون، ومرضتش ان انا اتغاضى عنه، فقلت لازم اسجله ولازم انزله برضو. للي حابب يعرف الطريقة بتاعتي في تسبيك الطماطم النهاردة، طريقة مختلفة بس بجد ممتازة. سبكت الطماطم بتاعتي بالبنجر، بجد طالعة في منتهى الجمال، اللون بتاعها حلو قوي. هتنفع معاكي في المكرونة، بتخلي طبعا لون المكرونة كده، يعني الصلصة بتاعتها بتبقى داكنة كده وحلوة، وفي البزلة وفي السبانخ والحاجات دي بجد لون الصلصة بتاعتها حلوة قوي. بس نصيحة مني، يعني أنا على 3 كيلو طماطم حتى بنجراية وسط. لو كترتي في البنجر هتطلع معاكي الصلصة لونها فوشيا. حاولي على قد ما تقدري حطي بنجر، بس ما تزوديش فيه، يعني على حسب الكمية اللي انت هتحطيها تقللي في البنجر. يعني انا 3 كيلو طماطم حط عليهم بنجراية وسط، مرضتش اكتر من كده. طريقة سهلة وبسيطة جدا، بس بجد فعلا ممتازة. انا بقول لحضراتكم بجد انا حبيت ان انا انزله. مرضتش ان انا اتغاضى عنه بما انه فيديو متسجل من قبل كده، بس برضو للي حابب يعرف الطريقة وحابب يعرف الوصفة بتاعتنا ويحب ان هو يجربها. انا عندي 3 كيلو طماطم، مش هعمل فيهم اي حاجة ولا هضربهم في الخلاط ولا اي حاجة. كل اللي انا هعمله هحط الطماطم بتاعتي مع البنجر في حلة، ومش هزود عليهم ولا مية ولا اي حاجة. طبعا احنا عارفين ان الطماطم وهي على النار بتنزل المية بتاعتها، يعني كده تعتبر هتسبك نفسها بنفسها، مش هحتاج ازود لها اي حاجة مع البنجر طبعا. وفي خطوة هعملها ان انا هضربها بالهاند بلندر، ولو مش متوفر عندك الهاند بلندر ممكن تسيبيه الصلصة لغاية ما تهدى خالص وتضربيها في الخلاط عشان ما تبوظش الخلاط بتاعك. وبالذات الطريقة دي بتنفع والوصفة دي بتنفع لو الطماطم بتاعتك مخضرة. يعني ساعات اوقات كتير بنجيب الطماطم نلاقيها من بره حمرة ومن جوه مبيضة او مخضرة او مش مستوية كويس. فالوصفة دي بإذن الله هتطلع معاكي الطماطم لونها في منتهى الجمال. بجد انا جربتها، فعلا طلعت ممتازة، وان شاء الله كل اللي هيجربها هيعرف ان انا كلامي ان شاء الله صح. كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هرفع الطماطم بتاعتي على البوتاجاز على نار متوسطة، وهبتدي ان انا اقلب فيها واتابعها. وفي خطوة انا عملتها سهلت معايا الخطوة اللي انا هصفي فيها الطماطم. انا الطماطم بتاعتي ما صفتهاش، انا وقفت قدام الطماطم كل ما اقلب فيها وتلاقيه والاقي قشره كده من بتاعه الطماطم مقابلاني كنت بطلعها. يعني بصوا الطبق ده انا مطلعه منه مطلعه فيه القشر اللي كان بيقابلني وانا بقلب الطماطم. بصوا طبعا سهل وبسيطة جدا. يعني كل ما هتقلبي كده في الطماطم هتقابلك القشر طلعيها. الخطوة دي هتغنيكي ان انتي تصفي الطماطم. عصير الطماطم هيطلع معاكي كريمي وفي منتهى الجمال. وطبعا انا هنا دلوقتي بضربها بالهاند بلندر. وزي ما قلت لك لو مش متوفر عندك الهاند بلندر استني عليها لغاية ما تبرد عشان ما تبوظ الخلاط، واضربيها في الخلاط عادي خالص، وبعد كده رجعيها في الحلة وسيبيها لغاية ما تتسبك مع نفسها من غير إضافة ولا زيت ولا أي حاجة. الطماطم دي شيليها كده في التلاجة، بجد بتبقى في منتهى الجمال. وطبعا كل التفريزات الحمد لله اللي احنا استخدمناها في قبل رمضان نفعتنا في رمضان ووفرت علينا كتير. يعني عملنا كذا وصفة في تسبيكات الطماطم، عملناها اللي بالبصلة وعملناها اللي بالثوم وعملناها للمعجنات، وعملنا حتى خلطة المحشي. حضرناها وشلناها. بصوا هنا بعد الطماطم ما اتسبكت معايا وبردت، بصوا اللون بتاعها عامل ازاي. يمكن كمان مش واضحة قوي عشان خاطر الإضاءة، لكن بجد لونها في منتهى الجمال. والبنجر مش مأثر معايا في حاجة، كل اللي هو عامله ان هو معزز معايا بس لون الطماطم.
دلوقتي طبعا هبتدي ان انا اعبي الطماطم بتاعتي في اكياس، وطبعا على حسب الاكله بتاعتك هتشيلي. يعني انا هنا بستعمل مغرفتين او ثلاثه، في اوقات بحط 3 مغرفات في كيس، وفي اوقات بحط 2. الاتنين دي بستعملها ايه لما اكون عايزه ازود اكل، اكمل اكل، يعني عامله كميه زياده شويه في حبه طماطم، بدل ما اطلع كيس الطماطم الكبير واسيبه، بروح مطلعه الكيس الصغير يا دوب على قد الاكل، عشان ما ينفعش طبعا ان انا اطلع الطماطم تفك معايا وبعد كده ارجعها تاني، بتروح منزله الميه بتاعتها ومش بتبقى حلوه. بجد طريقة سهلة وبسيطة جدا، بس بجد والله في منتهى الجمال. طبعا احنا كلنا عارفين واخدين على الصراحة مع بعض. انا لو الوصفة بتاعتي مش مظبوطة او فيها حاجة كده نص نص، صدقوني هقول لكم عليها، بس هي نصيحة ان انتوا ما تكتروش في البنجر. لو كترتي في البنجر الصلصة بتاعتك هتطلع لونها فوشيا. انا طبعا هنا عبيتها بقى في اكياس وسبتها لغايه ما تبرد، وهشيلها بقى في التلاجة. بجد والله بتوفر معاكي كتير جدا وبتسهل معاكي كتير جدا. الوصفه بتاعتنا سهله وبسيطه ما فيهاش اي حاجه. اتمنى الفيديو يعجبكم، واتمنى وصفتي النهارده تعجبكم. وما تنسوش بقى الفيديو لو عجبكم اللايك الحلو بتاعكم والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي اول باول. نتقابل الفيديو جاي على خير ان شاء الله في وصفه كده سهله وبسيطه. اسيبكم في حفظ الله ورعايته، اتمنى لكم كل الخير والسعاده والهنا وراحه البال. اقول لكم حبايبي تصبحوا على الف خير. سلام عليكم.